محدش يقدر يتعالج منه. هو لاحظ ان كان بيراقب الناس اللي بيحلبوا الابقار، فاكتشف ان هم ما بيصابوش بالجدري. فطبعا اقدم على تجربه شريره، قال طيب انا هجرب اذا كان بيقدروا يتحملوا ولا لا. فجاب طفل يتيم من الذين يعملون في مجال حلب الابقار، وجاب بثور انسان عنده الجدري، وجمع منه حقنه وحقن بيه هذا الطفل. فاكتشف ان الطفل لم يصب بهذا، بالرغم ان لو اي انسان تاني عادي كان مات. فقال ايه السبب؟ فقال ان الجدري ده موجود على ضرع اللبن بتاع البقرة، لكن ضرع ايه؟ الضرع ده بيبقى عليه جدري حيواني او جدري بقري، فلكنه بيعمل مناعة عند الانسان. فبالتالي فكر، وكان بداية فكر التطعيم عن طريق هذا العالم البريطاني سنة 1688. لكن على فكرة دي جريمة إنسانية، لأن هو طبعا ما اعتمدش أخلاقيات العلم، إنه جاب طفل يتيم وجرب فيه بدون حتى موافقة والديه أو أسرته، ولكن قدم خدمة جليلة للبشرية وللعلم كله، بأنه هو كان أول من فكر في موضوع التطعيمات أو بمعنى صح الفاكسينيشن يعني، أو الأخص وحمل البشرية طبعا. تمام. لماذا يحتاج العلماء أحيانا الكثير من الوقت للعثور على مصل أو لقاح مثلا، ولكن في أمراض أخرى الأمر أسهل؟ بيتوقف على التارجت او الهدف اللي انت بتشتغل عليه. فلو انت مثلا بتشتغل على حاجه زي الايدز، او حاجه زي بلاش الايدز، خليها مثلا فيروس مثلا الهيباتيتس، التهاب الكبد الوبائي، الوبائي ده متحور بشكل رهيب. فكل ما ده تعمل له لقاح يوقف هذا الشكل او هذا الفورم من ال الفيروس، تجده يتمحور. عندك مثلا الانفلونزا، الانفلونزا اللي هي مثل سوين فلو، اللي هي انفلونزا الخنازير، سواين فلو. أسوأ. حاولنا فيها ان احنا نتعامل معاها، وعملوا لقاح اسمه التام فلو. بعد كده بدأت تظهر بعد منها، لان الفيروس بيتحور، وحينما يتحور ما ينفعش معاه اللقاح ده، لابد من تجديده. عشان كده دايما كل سنة الناس بتاخد لقاح الانفلونزا علشان يجدد لهم المناعة، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي بيساعد على تقوية المناعة سنويا. لكن يعني حتى الآن لم نصل إلى دواء يعني لعلاج الإنفلونزا. الانفلونزا لا، استحالة، لأن هي من نوع البناديميك. يعني إيه بناديميك؟ مستوطن مثلا أو وبائي يعني. وبائي وبشكل ذكي جدا. إنها بيبقى عندها أفرع كثير أو ساب يونتس كتيرة، وتبدأ تعمل تباديل وتوافيق. فكل سنة فرعية فيها وحدات فرعية. فمثلا مرة تبقى اتش 1 ان 1، السنة اللي بعد ما تبقى اتش 1 ان 5. يبدأوا يجربوا، بتعمل تباديل وتوافيق. نعجز نحن لو فيها. هل دي نعتبرها كائنات حية؟ هي طبعا كانت حية، بس طبعا ذكائها يعني ما نقدرش نفسره. يعني نقف هنا امام الرحمن جل جلاله، ان احنا ازاي الفيروس الضعيف ده اللي ما بيتشافش الا بالمجهر هو اللي بيعمل تمحور لنفسه، ويبقى فيه طفرات كتير. فبالتالي اي لقاح نعمله ضده السنه اللي بعد منه كأن لم يكن، ولازم نعيده كل سنه. وعقبال ما يتعمل ويوصل ليه يكون الصيف دخل، فيكون راح موسم الشتاء اللي هي بتيجي فيه الانفلونزا نتيجة هجرة الطيور. طبعا هناك ايضا يعني ربما جهاز المناعة ومدى قوته عند الانسان بيسهم كثيرا في صد هذه الفيروسات والبكتيريا. طبعا الانسان مثلا اللي بيعيش في بيئة مثلا زي البيئات الصحراوية، البيئات الزراعية، اكله نقي، ما عندوش تلوث، ما عندوش ستريس في الحياة، طبعا ممارس للرياضة بطبيعته لعمله. غير الانسان اللي بيعيش تحت تلوث وتحت تعرض لاوبئة وامراض منتشرة وزحام وامراض واوبئة في هذا الجو. فبالتالي بيفقد الانسان كثير من قوته المناعية. عشان كده اهم حاجة ان الانسان دائما يكون مراقب على نفسه. يعني انا مثلا ما اقعدش مثلا مثلا مرض الضرن هو انتهى، ما ينفعش ان انا اقعد مع الناس اللي مدخنين بشراهه على القهوه مثلا، مثال يعني، واقعد اشرب في سجاير واشرب في شيشه،
ويقول لك اصل الميه بتتغير. لا، ما هو بياخد نفسه منها، بقايا نفسه موجوده حتى لو غسلت الشيشه دي 100 مره. مهم. فبالتالي تلاقي الامراض الصدريه منتشره جدا. يبقى مين اللي جاب لنفسه هذا الكلام؟ الانسان باختياره نفسه. السيء. تمام، اسمح لي سنتوقف قليلا دكتور حاتم مع هذا الفاصل ثم نعود. مشاهدونا الكرام ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ما زلنا معكم وضيفي الدكتور حاتم محمد صالح، باحث في الوراثة البشرية بالهيئة المصرية للمصل واللقاح. عايزين نتكلم دلوقتي يا دكتور حاتم عن أنواع الأمصال، ويا ترى إيه هي أحدث الطرق لتصنيعها؟ في كلامنا حضرتك احنا اتكلمنا عن ان في بعض الاعراض الجانبيه، من ارتفاع درجه الحراره، من الم شديد، من احمرار في الجلد وخلافه. بدات الفكره يفكر طب ليه احنا نخلي الطفل، وخصوصا هي بتتوجه للاطفال اكتر، انه يتحقن اكتر من مره. طب ليه ما نعملش له الثلاثي ونعمل له الخماسي والسباعي، بحيث ان هو يبقى حقنه واحده فقط تقوم بكل ما يفعله السبع شكات او السبع حقن اللي بيوجعوه، فيبقى من مره واحده. دي احد الطرق. بعدين بداوا الله، طب ما نستخدم، بدل ما نستخدم الميكروب نفسه ونضعفه، وده بيبقى له تاثير، طب ليه ما ناخدش جزء منه؟ فسموها، كان الاول بيسموها سيلر اميونيتي، بقت ايه؟ السيلر، يعني ياخد جزء صغير منه. لكن برضه لقوا ان ممكن يتجمع ويسبب مشاكل صحيه، فلجأوا بقى للهندسه الوراثيه بعدما قاموا بعزل الفيروسات ديت والبكتيريا ديت، وبدأوا يدرسوها على حدة، وبدأوا يشوفوا المناطق التي ليس بها تمحور أو ليس بها طفرات، منطقة ثابتة، ثم يكبروها ويعملوا لها استنساخ ويحولوها إلى بروتين يمكن أن يكون ريكوجنايزابل. يعني إيه؟ يسهل التعرف عليه. يسهل التعرف عليه داخل الجسم. فيبدأوا يعملوا منه حقن تبدأ تشتغل بيها. وده مثل فيلم اهوت، ده احد المصانع في اوروبا. هنشوف مع بعض ان هم بدأوا يشوفوا ازاي ينموا، فلقوا ان البكتيريا ممكن تنمو لوحدها، لكن الفيروس ما يقدرش، يحتاج الى خلايا ينمو فيها. ثم بعد ذلك طبعا شايف زي حضرتك مدى الدقة والنظافة والستريليتي العالية، لانه هو هنا لو عمل غلطة واحدة ممكن يولد بيسموه سترين جديد، او كائن يعني ايه، نموذج جديد ممكن يؤدي الى كارثة. فلازم يكون تحت دراسة الكونديشن او ضغوط شديدة، او يعني ايه، عدم التهاون في النظافة في داخل المصانع. بعد كده بقى طبعا ده حوالي بيسموه فيرمنتور، ده حوالي قوته 300 لتر، 300 لتر عشان يبدأ يصنع الشغل بتاعه. بعد كده بيبدأ طبعا يقيس الضغوط وبيقيس البريشر او الموجود داخل القواعد ديت وبيتمم عليها، ثم يبدأ بقى عملية الميكسنج عشان يكتر من الخلايا البكتيرية او الخلايا اللي تحمل الفيروس، وبعدين يعمل لها بقى حاجة اسمها داون ستريم، يعني ينظف جدا بعملية فلاتر يعني فلاتر ما تفوتش اي سترين غريب. وبعد كده يبدأ بقى ايه، يتعامل معاها. ده كان طبعا المصانع دي في الزمان يعني من حوالي مثلا 20 سنة كانت كده، دلوقتي بقت متطورة عن كده بكتير. ان بعد كده يبدأ بعد كده يعمل لها معالجة سواء حرارية سواء كيميائية، ثم بعد ذلك يبدأ ينظفها تاني ويبدأ يعبيها. وفي بقى مراحل اسمها مراحل الباكجينج اللي هو التعبئة، وبعدين بيحط عليها انديكيتور حراري عشان الشيلف لايف. ايوه، علشان ليها درجة حرارة معينة، اذا زادت تدي لون احمر مثلا، لو هي محتفظة بدرجة حرارتها السليمة تبقى لونها ازرق.
طبعا انا عايز اقول لحضرتك مدى الصعوبه البالغه ان هم طبعا بيحفظوا السترين ديت داخل حاجه اسمها النيتروجين ليكويد. ده علشان درجه حرارته سائل النيتروجين. تقريبا ماينس 196، فبالتالي ما يحصلوش ما فيش امل انه يحس باي حاجه ويجدد من نشاطه. طبعا الطريقه الحديثه بقى ان هم بداوا يستخدموا الهندسه الوراثيه، فبدات المشاكل اللي كانت موجوده زي الانفلايتك شوك اللي هي المشاكل الحساسيه اللي بتيجي للمريض والتشنج وبتاع اثناء الطعوم، الاحمرار درجه الحراره، القيء، الكلام ده كله بدا يتلاشى تماما وتبقى صحيه جدا. وده طبعا طفره نتيجه علم الوراثه ونتيجه علم الهندسه الوراثيه. طبعا ممكن يكون الجسم بيحتاج ليه فترات مختلفة لتكوين الأجسام المضادة دي، هل يا ترى بيبقى متعلقة بنوع المرض؟ طبعا على حسب قوه المرض اللي انت بتدخله له، بس طبعا انت بتدخله يعني ايه مستضعف او ضعيف. لكن هي جرى العرف انها تبقى من 10 ل 15 يوم، ممكن توصل لشهر مده تكوين المناعه الاجسام المضاده داخل الجسم. نعم. تو ما اتكونت خلاص اصبحت لديها ذاكره داخل الجهاز المناعي تظل الى اعوام، بس بتحتاج الى جرعات بيسموها بوستر، جرعات مشجعه او جرعات منشطه من وقت للتاني، زي الهيباتيتس بي مثلا، الالتهاب الكبد الوبائي بي. وعلى فكره ده الاستهتار بيه ممكن يؤدي الى تليف الكبد وامراض كثيره. ده بتاخد جرعه مثلا لو افترضنا مثلا النهارده، بعدها بشهر تاخد جرعه منشطه تاني، وبعدها ب6 شهور تستمر معاك المناعه مده 5 سنوات. تمام. طيب دكتور، يعني احنا طبعا معروف ان احنا في بلدنا بنستورد الامصال واللقاحات. ليه يا ترى مش بنفضل ان احنا نصنعها بنفسنا؟ هو الاول احنا كنا يعني لو اتكلمنا بصراحه عن الوضع في المنطقه عموما مش في مصر بس، احنا كان عندنا بعض اللقاحات كنا احنا الاساتذه في تصنيعها على مستوى العالم. على فكره معهد المصري للقاح كان رقم 2 على مستوى العالم، كان بيسموه معهد باستير الثاني، وكان له سبق كبير جدا في مجال تصنيع الامصال. لكن بعد كده بدات تكتشف امراض جديده، فبالتالي انت عشان تصنع هذه الامصال محتاج من الوقت والمال والجهد الكثير والكثير، والاخذ باحدث تكنولوجيا وهي تكنولوجيا الهندسه الوراثيه حتى تصنع ادق وافضل وبكميه كبيره. فكانت طبعا لابد لنا ان احنا يعني نتاخر شويه، وكمان نستورد بكميات حتى نغطي السوق المحلي واحتياجاته. هل فعلا نقدر ان احنا نعتمد على انفسنا في هذا المجال؟ والله في نماذج نجحت فيها، واحنا ممكن نتعرض لهذا الظروف، زي مثلا ايران مثلا على سبيل المثال كان عليها حظر اقتصادي. ايران تصنع جميع امصالها ولقاحاتها. كوبا نفس القصه. ايه الفايدة اللي تعود على الدولة اللي بتصنع امصالها ولقاحاتها بنفسها؟ بالطبع انت بتستورد بسعر غير لما تصنع بسعر. يعني لو افترضنا مثلا انت بتصنع في مصر بجنيه، هتستورده ب100 جنيه. يعني مثلا ده مثال اهوت للمصانع ديت، البكتيريا مثلا والفيروسات دي نماذج احنا لابد لينا ان احنا نشوفها ونعالجها، ويبقى لنا بنك للسترينز عشان كل ما نحتاجها ونتطور فيها نشوفها. طبعا ده فيلم كان بيتكلمنا فيه عن التصنيع. دلوقتي بقت احدث من كده ان هم بيصنعوا بالهندسه الوراثيه، بس احنا لازم ناخد بالاسباب لسبب ان لو حصل حظر اقتصادي على دوله، واحنا في ظروف طبعا ربنا يكون معانا، لابد لنا ان احنا ناخذ بالاسباب ونبقى عندنا المصانع تبقى ستاند باي في اي لحظه ننتج، ولا نتوقع ولا نعتمد على الاستيراد. لان في دولتين نجحوا، يعني كوبا نجحت في تصنيع جميع امصالها، ايران وليس بعيده عنا وكنا افضل منها طبعا بكثير بتصنع امصالها ولقاحاتها، بل بتصدرها للعالم. ولذا انا احلم في يوم ان يكون في حلم عربي، بس مش اغاني بقى، يبقى في حلم عربي اسمه المركز العربي للامصال واللقاحات، يضم فيه من المغرب الى البحرين. هل ده شيء بيسعى اليه اطبائنا حاليا؟ للاسف لا، لان في يعني حاجه غريبه جدا. مثلا في اوروبا مثلا عندهم سنتر في زي باستور، ما قالش بقى الالمان لا ده فرنساوي لا ما نشتغلش معاه. في امريكا الCDC،
في البرازيل في كذا اللي هي امريكا اللاتينيه، في الصين في معهد شنغهاي باستور. فنكتشف ان دائما هؤلاء الناس بيفكروا بفكر جماعي، انما احنا العرب او يعني منطقه العرب عموما منطقه متشرذمه، ما بنحبش نشتغل مع بعض ولا حتى بنشتغل داخل البلد مع بعض. فحتى بيذكرني ببيت شعر للاستاذ فاروق جويده، انا احب بس اقوله اتفضل. لانه عجبني جدا اتفضل. ويحكي عن هذا الموضوع. جميل بيقول قوي ان نجمع بين العلم والادب والشعر. يعني. بيقول في قصيدته: يوما سيحكى هنا عن أمة هلكت، لم يبقى من أرضها زرع ولا ثمر، حقت عليهم من الرحمن لعنته، فعندما زادهم من فضله فجروا. يا فارس الشعر قل للشعر معذرة، لن يسمع الشعر من بالوحي قد كفروا، واكتب على القبر هذه أمة رحلت، لم يبقى من أهلها ذكر ولا أثر. لا بد لنا من الاتحاد علشان نقدر نعمل مركز عالمي قوي اسمه المركز العربي للأمصال واللقاحات، يضم كل المراكز والمصنعين من المغرب إلى البحرين، ومن سوريا حتى السودان. لابد لنا أن يعني نضخ أموالنا في تصنيع هذا، لأن هو ده أول سلاح هيلجأ ليه أعدائنا، إن هم يصبوا علينا جراثيم وبكتيريا وأمراض. فإذا ما كانش عندك الأمصال واللقاحات اللي تصدهم، يبقى نقول على أمتنا الرحمن الرحيم. سؤال أخير عن يعني فيروس زيكا هذا المنتشر في دول أمريكا اللاتينية تحديدا، ويعني مدى إمكانية إن احنا نقي وصول هذا الفيروس إلى بلدنا. هو طبعا الفيروس اساسا كان في افريقيا، كان في اوغندا، واكتشفوه سنه 47 في غابه اسمها زيكا. وبدا الاصابه بيه، وبعدين فوجئوا ان البرازيل عندها حالات قالت ان هو بسبب الناس هاجروا في كاس العالم. هل تم الوصول الى مصل لي او لقاح لي؟ للاسف لحد دلوقتي لا، بس منظمه الصحه العالميه WHO في سويسرا عاكفه الان على دراسه هذا الفيروس، ولان هو بيؤدي الى وفاه الاطفال وصغر حجم راسهم، فيؤدي الى وفاتهم وتشوه الاجنه وتشوه ايضا. الاجنه. وامريكا برضه عامله جزء كبير. هو هيكتشفوا اكيد علاج له بسهوله جدا، لانه هيطبقوا طبعا التكنولوجيات الحديثه اللي هم بيمتلكوها كالهندسه الوراثيه والبيولوجيا الجزيئيه، ويقدروا يصنعوا فاكسين له. واحنا برضه هنبقى احنا المستوردين والمستخدمين لهذه التكنولوجيا. في ختام الحلقة بشكرك دكتور حاتم محمد صالح، باحث في الوراثة البشرية بالهيئة المصرية للمصل واللقاح. سعدت بوجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات القيمة. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طبعا يعني مشاهدينا الكرام، يمكن من رحمة ربنا انه زي ما خلق المرض فخلق ايضا للبشر عقول لتفكر في انتاج ما يواجه هذا المرض. طبعا العلم في تقدم، وأيضا هناك أمور كثيرة بتواجهنا. حياتنا مليئة ب يعني ظواهر سيئة جدا، ربما أهمها هو التلوث الحاصل في كل مكان. هذا التلوث سواء تلوث في الهواء، في الماء، في الطعام، بالتأكيد بيؤدي إلى إصابتنا بالكثير من الأمراض. لكن عشان نحمي أنفسنا لابد أن احنا نحاول بكل الطرق أن احنا نجد علاج لهذه الظواهر. نحاول أن احنا دائما نحرص على الحفاظ على بيئتنا سليمة حتى نقي أنفسنا من شر الكثير والكثير من الأمراض والأوبئة. أتمنى أن احنا نكون قدمنا لكم معلومة جيدة متعلقة بالمصل واللقاح، وإن شاء الله نكمل حديثنا عن مزيد من الموضوعات الهامة الصحية والطبية في حلقات أخرى. إلى اللقاء.